مين فينا ما بيحبش البسبوسة؟ مين فينا بيكون عنده مناسبة وما بيقدمش فيها لضيوفه البسبوسة؟ البسبوسة من الحلويات الشرقية اللي كل الناس بتحبها جدا جدا جدا. وحلاوة البسبوسة إنها على قد ما هي سهلة، على قد ما إنها ممكن تفشل بسهولة. يعني هي السهل الممتنع، مكوناتها بسيطة جدا، سهلة جدا جدا جدا، ولكنها فيها تركات ممكن تخليها تفشل منك. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونبدأ طريقة البسبوسة معانا، وإن شاء الله هتنجح معاكي وهتطلع أحلى بسبوسة حلواني في الدنيا. عندي كوباية لبن سخن سخنته على النار، وحطيت عليه كوباية سكر، وحطيت عليه كمان نص كوباية سمنة بلدي. وياريت يعني ياريت انها تكون سمنة بلدي، لان فعلا البسبوسة بتظهر فيها السمنة البلدي جدا. وكمان هي من عشاق السمنة البلدي، بسبوسة بالسمنة بلد، بسبوسة يعني سمنة بلدي. لكن لو انت ما عندكيش وعايزة تعمليها مفيش مشكلة. عليهم نص كيلو سميد بسبوسة. طبعا الخليط كان اللبن سخن، فأنا طبعا دوبت فيه معلقة العسل الجلوكوز، وكمان كوباية سكر، وكمان نص كوباية سمنة بلدي. واخلي بالي ان الخليط ده كان سخن. لو سخن جدا صباعك ما يقدرش يتحمله، يا ريت تسيبيه لحد ما يبقى دافي دفيان بسيط زي دمع العين. وبعد كده ننزل كمان بنص كيلو سميد. التركاية هنا ان احنا لما ننزل بالسميد يا دوب بقلب بالاسباتيلا او بمعلقة من تحت لفوق، مش بعجن بايدي خالص، ما بحطش ايدي فيها ومش بعجن. انا بقلب بنفس السرعة دي وبنفس الخطوات اللي قصادكم دي بدون اي تسريع، ما بسرعتش اي حاجة فيها. بعد كده خلاص هي تقلبتين، وبنزلها عندي في الصينية. عند الصينية في ورقة الفرشة، فيها ورقة حراري، كيس حراري. بتساعدك انك انتي لو انت فرشتيها بكيس حراري بتدي لون حلو قوي لقاع الصينية من تحت. تاني حاجة، لو انت حبيتي انك انت تقدميها انها تطلع صينية كاملة، صينية البسبوسة من غير ما تقطعيها، بتسحبيها وبتقلبيها على الطبق اللي انت هتقدمي فيها. هو انا حطيتها هنا وبس، انا ما قلبتهاش. هنزل بالخليط بتاع البسبوسة بتاعي، وبعد كده هفرده في الصينية. هبدأ افرده في الصينية. الخليط شايفين مش سايب، هو ماسك نفسه شوية ولكنه مش سايب. لو حبيتي تزودي معلقتين لبن مفيش مشكلة، ممكن تزوديهم. هبدأ ان انا افرده كويس جدا، واحاول ان يكون الفرد بتاعي ان الصينية كلها تكون نفس السمك. والصواني الألمونيا بتكون من أحلى الصواني في تسوية البسبوسة والكيكات، غير أي صينية تاني. يفضل انك انت تستخدمي صينية ألمونيا، بتكون حلوة قوي في التسوية بتاعة البسبوسة. هبدأ ان انا افردها. لو لقيتيها ان هي محتاجة انك انت تظبطيها شوية، بتجيبي شوية مية، بتبلي شوية مية بايديكي، وبتمشي عليها على وش البسبوسة لحد ما تتساوى تماما. بعد كده بديها خبطتين بحيث انها تتفرد شوية. بكون في الاثناء ده انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200، وبدخل فيها صينية البسبوسة بتاعتي، بتاخد ربع ساعة تلت ساعة على درجة حرارة 200. وبعد كده بهدي النار شوية. المهم انها هي بتاخد حوالي 30 دقيقة، وياريت ما تزوديش الوقت عليها في الفرن عشان ما تنشفش منك. هتحمر من تحت، وهبدأ بعد كده ان انا اشغل الشواية عليهم. في اثناء ما هي كانت في الفرن انا كنت بحضر الشربات بتاعي. كوبايتين سكر على 3 كوبايات مية وعصرة ليمونة، وبطلعهم على النار. المقدار ده مظبوط جدا 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 على المقاس ده. الصينية هحطها في مقاس 26 أو 28 لو عايزة سمكها أرفع شوية. ما بحطش بيكنج باودر في البسبوسة. بعد ما يغلي الشربات يدوب غلوتين، بس هو الشربات غلوتين على النار، بحط لها مكعب زبدة بلدي وورقة فانيليا. الشربات بيكون عندي سخن والبسبوسة سخنة، وبنزل بكل الشربات بتاعي مرة واحدة مش شوية شوية، لان هي هتشرب كل الخليط ده. هغطيها بفوطة او بصينية، وبعد كده بسيبها لحد ما تتشرب، تاخد ساعتين او اكتر او اقل. فبلاقيها شربت كل الشربات. هي هنا عندي انا بقطعها تاني يوم. يفضل انك انت تسيبيها لتاني يوم لحد ما تهدى خالص. كل ما بتقعد البسبوسة كل ما بتكون احلى. يعني لو عندك مناسبة اعمليها قبلها بيوم وجهزيها وسيبيها، هتلاقيها تاني يوم طعمها تحفة. شايفين مرملة
الصينية نظيفة معايا، مش لازقة فيها ولا اي حاجة خالص، والترميلة بتاعتها واضحة جدا انها مرملة وشاربة الشربات كله ما شاء الله عليها. يعني بسم الله ما شاء الله. البسبوسة دي يعني بسبوسة بالسمنة البلدي، ولا اي حلواني تشتري منه هتطلع زي البسبوسة بتاعتك. كده تمام. كده هوريكم كده معايا. شوفوا الترميلة بتاعتها، هي بتتكلم على نفسها. شايفين الجمال بتاعها؟ مرملة تحفة ومرملة جدا، طرية وشاربة كل الشربات بتاعها. هي شربت كل المقدار اللي احنا عملناه في الشربات. ما تقلقيش وما تقوليش ان ده كتير عليها وتقلقي، لا، لازم تديها كمية الشربات كلها مرة واحدة وتسيبيها لحد ما تشرب الكمية كلها عشان تطلع معاكي طرية. شايفين شاربة ازاي؟ وطرية جدا، طرية فعلا. يعني فعلا البسبوسة دي عشق ليا، وهي من أساسيات الضيافة عندي. هسيبكم مع الجمال ده، ولو وصلتوا لحد هنا حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم. هتوحشوني لحد الفيديو اللي جاي. مع السلامة.